البخاخة دي بجد حسنت لي بشرتي جدا جدا، خلت بشرتي متفتحة ومتنعمة ودايما مترطبة، وحدت لي لون بشرتي. لو عندك حبوب بتخلصك منها تماما. بس اهم حاجة هتعمليها بالطريقة الصح وهتعرفي هي بتعمل ايه. وقبل ما ابدأ الفيديو حطي لايك وتابعيني لو مش متابعيني عشان اقولك البخاخة دي غيرت بشرتي ازاي وانا استفدت منها ايه. عارفين بتحسن من نسيج الجلد نفسه، يعني هي بتخلي الجلد نفسه النسيج بتاعه مش دبلان، مفهوش الدبلان كده، لا هو بجد بتخلي النسيج حيوي جدا، بتوحد لون البشرة، بتفتح البشرة جدا. عندك تصبغات هتخلي بشرتك بجد حلوة جدا. كمان بستعمله كتونر طبيعي للبشرة، بيقفل المسام، بيخلي بشرتك متوحدة. لو انتي تعرضتي لإشعة الشمس وحاسة ان البشرة ملتهبة او فيها بقع او تصبغات او مكان اثار الحبوب، هتلاقيها عالجتها برضو تماما. وكمان لازم بعد ما تستعمليها هتلاقي فرق في فترة صغيرة بس تستمري عليها. بيعالج البقع السوداء اللي هي المكان الحبوب، البثور، التصبغات، الهالات السوداء، بيوحد لون البشرة، بيخلي البشرة نقية بشكل فظيع. شوائب البشرة، اي شوائب في البشرة بتعالجها تماما. لو بشرتك كمان دهنية بيحسن من الموضوع ده جدا. وصفتي سهلة جدا، هتستعمليها مرتين بعد غسول البشرة، يعني تغسلي بشرتك وتحطيها مرة الصبح ومرة بالليل، هتديكي نتيجة حلوة جدا. طب هتستعمليها قد ايه؟ هتستعمليها حوالي 15 يوم مش اقل من كده عشان تجيب معاكي نتيجة، وما تستهونيش بيها لانها بجد بتديكي فوائد. كريمات غالية وحاجات غالية كتير قوي بس بسعر رخيص. الوصفة بتاعتي هي مية الرز، ومحدش يستهون ان مية الرز بتعمل كل الحاجات دي، لا بتعمل كل ده. وهتلاقيكي انتي اول ما تستعمليها شدت بشرتك، نعمتها، النشا اللي فيها حسن من البشرة، هتخلي بشرتك تحفة. بس هتعمليها ازاي بقى؟ هنا ان انتي هتجيبي معلقتين رز، هتحطيهم في كوباية من المية السخنة، وكل ما تعمليه تركيز يعني هيكون مركز، هيكون نتيجة حلوة جدا. بعد كده هتسيبيهم حوالي نص ساعة منقوعين في مية الرز. بعد كده هتاخدي المية، طبعا هتصفيها وتاخدي المية هتحطيها في البخاخ بتاعتك، وكمان هتحفظيها في التلاجة. هتسيبيها وتحمليها بقطن على بشرتك مرة الصبح ومرة بالليل عشان هتلاقي نتيجة تجنن، هتبهرك بجد. ما تنسيش تتابعيني وتحطي لايك للفيديو وتتابعيني لو مش متابعيني. تابعيني على البرنامج الأحمر علشان خاطر فيه فيديوهات جديدة جدا ليكي هناك. وطبعا ما تنسوش الانستا عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. سلام.